المدرسة فيما يبدو للناس إن هي دورة أونلاين علمية تربوية عملية بندرس فيها منهج تربوي كامل، ولكن في الحقيقة هي حضانة تربوية تهدف إن أنت تتعلم وتتربى تربية شرعية وتتغير عشان تستقيم على الصراط المستقيم. وطبعا التربية الشرعية دي يحتاجها كل حد فينا كبير أو صغير. طبعا احنا بفضل الله عز وجل خلصنا المرحلة الأولى من المدرسة في الشهور اللي فاتت، ولأن المنهج بتاعنا هو من كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المتكون من 4 أقسام، فالقسم الأول كان ربع العبادات وقد تم بفضل الله، ودلوقتي معادنا في المدرسة مع القسم الثاني وهو ربع العادات، والقسم ده بيتكلم عن تفاصيل الحياة بدقة شديدة عشان تعيش حياتك بالكامل من غير ما تنحرف عن الصراط المستقيم، من أول الأكل والشرب والضيافة والاجتماع على الطعام للجواز واختيار شريك الحياة والعشرة بالمعروف وحل المشاكل وحتى الولادة والطلاق. والناس عارفة كلها وشافت تجارب، حتى الزوج اللي أحيانا بيكون كويس وهو زوج لما بيطلق ما بتشوفش أي تربية، وطبعا الكلام ده برضو بينطبق على الزوجة إلا من رحم الله. وكمان هنتكلم عن الكسب والشغل والحلال والحرام والورع والشبهات ودرجاتها وإزاي تتعامل معاها، والوسوسة اللي بتكون عند كتير من الناس في الحلال والحرام ويتعامل مع ده إزاي، وأدب الصحبة والأخوة ومعاشرة الناس وحقوق الغير، حتى العزلة وفوائدها والسفر وآدابه والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطرق الدعوة وأهدافها ودرجاتها، ونختم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عشان تفتكر إن أنت بتتربى على النموذج البشري اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته. اولا عشان تدرس منهج يصحح حياتك، وزي ما قلنا في الربع الاول مدرسة العبادات ان احنا عايزين نتعلم ازاي نعبد ربنا عشان عباداتنا تكون بجد خطوات في طريقنا للجنة، فالربع التاني هو مدرسة الحياة عشان عاداتك ومعاملاتك تكمل الصورة بتاعت المسلم المطلوب والهيئة اللي لازم تكون عليها، وبالذات ان الربع التاني هيتميز عن الربع الاول ببعض الامور، منها طبيعة المنهج اللي بيتكلم عن تفاصيل الحياة، ومنها ان احنا هندمج في المدرسة ما بين الحياة والعبادات عشان نكون الصورة كاملة، وكمان منها إمكانية وجود متابعة ووجود تواصل ما بين الطلاب والمحاضر ولو بشكل فردي، وكمان وجود أنشطة على الأرض بحسب الأوقات والأماكن المتاحة. طبعا دلوقتي بنتكلم عن مدرسة الحياة، فالمدة ابتداء هتكون 6 شهور، وبصراحة هي قابلة للزيادة. وممكن حد يقولك طب هي ليه قابلة للزيادة؟ لأنها ببساطة تربية، فممكن الوقت يزيد شوية بحسب الحاجة، لأن الموضوع مش مجرد بس عرض معلومات، ولكن في تفاعل ومتابعة، وفي كمان أهداف عايزين نوصل لها. المحاضرات هتكون لايف يوم واحد في الاسبوع، وان شاء الله هيكون يوم الثلاث مساء، فلو حد عرف يحضر اللايف كويس جدا، وبالمرة لو عنده اسئلة يكتبها في التعليقات ونجاوب عليها بعد المحاضرة. اما لو كان مشغول فما فيش مشكلة ان شاء الله، لانه كده كده ان شاء الله بيتمنتج وبيتعمل عليه جرافيكس وبينزل في نفس الاسبوع على الجروب بتاع الدفعة، ولو في واجب بينزل له برضه كمان. الإجابة ببساطة طبعا ممكن، بل هو ده الأصح دلوقتي، لأن مش طبيعي إن أنت تضيع الفرصة الموجودة عشان خاطر عايز فرصة مش موجودة، عشان إحنا بفضل الله عز وجل خلصنا ربع العبادات أصلا، وكده كده هيتعمل له دفعة جديدة إن شاء الله، فممكن تدخلها بعد كده، فمتخليش الشيطان يضحك عليك. غير كده هم أصلا مش مبنيين على بعض، هم بيكملوا بعض. وكمان ما تقلقش، إحنا أصلا مش هنفقد الكلام عن العبادات والإيمانيات، الأمور دي حاضرة معانا في المدرسة من أولها لآخرها إن شاء الله. ونصيحة، إياك تستنى الوقت المثالي في أي حاجة، عزمت ابدأ. أرشحك أنت وأنتي وحضرتك وحضرتك، كبير وصغير، عايش في دولة عربية أو في دولة أجنبية، التربية الشرعية حاجة كلنا محتاجينها مهما كانت طبيعة حياتنا، سواء كنت في أول الطريق أو بقالك عشرات السنين في الطريق إلى الله عز وجل، أنت محتاج ده. فتعالى وهات معاك أصحابك أو الناس اللي حواليك، وواظب على المدرسة واعتبرها الحضانة التربوية بتاعتك، حضانة بتشحن منها بشكل أسبوعي في عمرك، وبتعينك على التربية الذاتية في الطريق إلى الله عز وجل، بالذات في زمن قل فيه المربين. لو عايز تكون معانا في المدرسة أو تعرف أي معلومات عنها أو عن أبجديات عامة، تواصل على الصفحة الخاصة لأبجديات أونلاين على فيسبوك من خلال الرسائل الخاصة. وجزاكم الله خيرا، واشوفكم في المدرسة إن شاء الله.